السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعين قناة هواة الحمام المصري ومتابعين قناة بلادنا تيوب، بشكركم على التعليقات وبشكركم على يعني مش عارف اقول لكم ايه بصراحه، بس الحمد لله رب العالمين، نعمه وفضل من ربنا سبحانه وتعالى ان حتى الناس اللي متابعينا ناس محترمه وناس على خلق. وبشكر الاستاذ خالد من فلسطين متابعنا على طول بيكلمنا. ان شاء الله رب العالمين كلنا يكون لنا دور بامر الله رب العالمين. القناه بتاعتكم اسمها هواة الحمام، مش قناه باسمي، بتاعتكم انتوا. محتاج اي حد عنده فكره فيديو او عايز محتاج ان احنا نروح نصور معاه، احنا ما عندناش اي مشكله انا واستاذ احمد، بس تكون معلومه ان شاء الله تفيد الناس. وطبعا جزيه ربنا خير على ان شاء الله اي حاجه يقدر يقدمها تفيد الناس. بشكر الدكتور محمد الجمل والدكتور محمد فتحي. دكتور محمد دكتور محمد الجمل يعني ما شاء الله، يعني انا بشكره برضه يا جماعه. الكلام ده انا ماشي بيه، اللي هو دوره الانتاج المكثف والكلام اللي انا اتكلمته. احنا اتكلمنا في 5 نقط. استاذ احمد بيقول لي خليك في سياق الحلقه. ماشي حاضر. احنا ان شاء الله هنتكلم النهارده عن الضوء، تمام، وايه علاقته بموضوع الانتاج المكثف. يعني اللي انا قلته ده يا جماعه ممكن تستخدمه في الانتاج بصفه عامه، يعني مش موضوع انتاج مكثف بس، لا، اللي انا بكلمك عليه ده تستفاد منه في اي حمام، سواء شغلته انتاج مكثف او لا، لان مش كل الحمام بيشتغل انتاج مكثف يا جماعه. طب النهارده احنا بنتكلم عن الضوء وايه علاقه الضوء بان الحمام يشتغل. الحمام بيحتاج يا جماعه من 14 ل 16 ساعه، بنحتاج من 14 ل 16 ساعه ضوء. اولا الضوء بيأثر على يعني الحاجات اللي يعني بيستفاد منها الحمام. يقول لك خلال الضوء مش بيأثر بس فقط على موضوع الانتاج اللي هو النضوج الجنسي والكلام ده في الحمام، لا، ده بيقول لك خلال فتره النمو بل ينشط النخاع. احنا اللي اتفرج على الغده النخاعيه، اللي اتفرج على الحلقه اللي فاتت احنا اتكلمنا عن ايه، يعني اتكلمنا عن البيضه بتتكون من ايه، وقلنا النخاع ده جزء مهم في تكوين القشره بتاعه الحمامه. فطبعا الكلام ده كله مرتبط ببعضه، العلم كله سلسله بتكمل بعضيها، زائد ان القرايه في اي مجال اللي انت بتحبه مهم قوي برضه. يعني ايه انا محتاج 16 ساعه؟ هو بيقول لك خلال الزغاليل خلال فتره النمو. طبعا احنا يعني انا هوريكم حاجه برضو عشان تفهم الكلام اللي انا بقوله. الكلام ده هيبقى موجود، انت تقراه براحتك، يعني انا مش عايز اطول عليك عشان الفيديو بتبقى مدته قصيره. زغلول زي ده يا جماعه مثلا، تمام، احنا طبعا في الشتاء المغرب بتبدا عندنا الساعه 5،
فخلاص يعني هنقول من 6 ل 5 حوالي 11 ساعه تقريبا. فانا محتاج 16 ساعه، يعني محتاج حوالي محتاج ان انا اخلي الاضاءه موجوده للحمام بحيث ان هو يقدر يهتم بالزغلول دون. يعني انت لو قلت من 5 الصبح لحد مثلا 4 هتبص هتلاقي حوالي 11 ساعه كلام زي كده، فهيبقى الوقت قصير ان الحمام يهتم بالزغاليل في فتره النمو. الضوء كمان بينشط الغده النخاميه اللي هي مسؤول عن الكالسيوم اللي موجود في الحصويه بتاعه الحمام. والضوء برضو بيأثر على افرازات الهرمونات اللازمه لانتاج البيض. الضوء يعني في نقط برضو مهمه، انت لو بصيت على موضوع الضوء ده مهم قوي ان انت تفهم. لازم يكون عندك المكان مضاء، اضاءه كويسه تقدر تهتم بالحمام، الحمام حتى نفسه يقدر يهتم بالزغاليل بتاعته. طبعا بتفصل الضوء لفتره، يعني ايه، هي دي المهم اللي انا عايز اوصله لك من الكلام ده. انا محتاج من 14 ل 16 ساعه ضوء في اليوم بالنسبه للحمام. الطبيعي لحد ما النهار يخلص بتقوم ادي انت الاضاءه الفتره دي تكمل بقيه ال 16 ساعه للحمام، ان انت تقدر تخلي الحمام يهتم بالزغاليل، الحمامه تهتم بنفسها، تقدر في كمان حاجات. انت لما تقرا الموضوع ده، انا مش عايز اطول عليك لان الموضوع يعني كتير، فانت تقرا الموضوع ده. انا متواثق مليون في الميه ان المعلومات دي مش هتلاقيها بره، مش هتلاقيها الا اذا حد يعني ايه. الدكتور محمد الجمل ده بحث الراجل مختص في الحمام بس، في مجال الحمام بس، فطبعا انا بشكره تاني مره على المعلومات اللي هو اداها لنا. في ناس طبعا بتكلمني في اول حلقه احنا عملناها، شافوا ما شاء الله الانتاج، التركيبه بتاعت العلاج دي اللي احنا عملناها. الدكتور محمد فتحي يا جماعه هصور معاه حلقه خاصه بالموضوع التركيبات دون، عشان الناس اللي بعيده عن القاهره يقدروا يعملوا التركيبه دي عند اي حد بيطري. الجزء الثاني المهم، احنا اتكلمنا في 5 نقط اللي عايز يشتغل في الانتاج المكثف. قلنا دوره وضع البيض، وقلنا البيضه، وقلنا المبيض، وقلنا الضوء، واخر نقطه معانا اللي هي طرق حفظ البيض. طرق حفظ البيض يا جماعه طبعا برضو استاذ احمد هيوريها لكم هينزلها لكم كده تقروها. طيب انا عشان احفظ البيض بتاع الحمام لفتره، انا لما كنت اتكلمت الناس قالوا هنعمل ايه بالبيض ده كله. انت ممكن تحفظ البيض، يعني تحطه، هقول لك طرق الحفظ دلوقتي. تحفظ البيض لحد ما تلاقي عندك طحادين جاهزه ليه كويس. يعني انا مثلا عندي القص دون، عندي مثلا 4 حصوات مثلا منه. طيب انا عندي جوز بس واحد هحضن تحتيه، وهستنى مثلا لسه قدامي اسبوع 10 ايام عبال ما حمامه تانية تبيض واحضن تحتيها البيض، فباخد الحصوتين بتوعها اقوم حاططهم ايه، اشوف طرق الحفظ واحفظ بيها ايه البيض لحد ما الاسبوع ال10 ايام تكون القص التاني اللي انا بحضن تحتيه يكون جاهز. طبعا احنا مش هنتكلم في تحضير بس، لان انت ممكن تحضن. احنا اتكلمنا مع الاستاذ وليد جبر، هو بس عنده شويه حاجات هيطورها في الفقاسه اللي هو عاملها، وبعد كده احنا هنصور معاه. بشكر الاستاذ احمد من المنصوره، هو متابع الموضوع ده. ان شاء الله استاذ احمد هنصور الحلقه، هنعيد تصوير الحلقه تاني، لان في شويه حاجات هو بيعملها عشان يخليها كلها اوتوماتيك. فاحنا قلنا لما يوصل للوضع النهائي بتاعها هنصور معاه، وان شاء الله تكون حلقه مفيده بامر الله بالنسبه لموضوع الفقاسه ده، عشان الناس اللي تنتج الحصى كتير دي تقدر تحط البيض ده، سواء تحطه عندها حمام تحضير ماشي، عندها الفقاسه دي ماشي، هيبقى ان شاء الله الموضوع هيبقى كويس بامر الله. نرجع تاني لطرق حفظ البيض. البيضه يا جماعه جوه البيضه بيبقى جنين. طيب الجنين دون يعني في حاجه اسمها الصفاره الفسيولوجي، اللي هي النقطه البيضاء، لو فاكر ان انا اتكلمت عليها في الحلقه اللي فاتت. دي عشان تشتغل محتاجه لدرجه حراره من 20 ل 21. يعني من 20 ل 21 يبقى الجنين اللي جوه البيضه دون نشط، يبقى حي. طب انا عشان يعني عشان اقدر احافظ على الجنين ده وما يبداش النشاط بتاعه اللي هو الطبيعي عشان يقدر يتكون داخل البيضه، محتاج من 12 ل 18 درجه مئويه. من 12 ل 18 درجه مئويه عايز يعني في حاجات كتير يعني عايز اوضحها لك قبل ما تحفظ البيض. في ناس بتحط البيض في الثلاجه. طيب لو كانت الثلاجه درجه الحراره 4 درجه مئويه، يبقى الكلام دون مش هينفع، فلازم تكون درجه الحراره من 12 ل 18. طبعا انت هتقرا الكلام دون وهتفهمه اكتر، يعني هو الكلام مش محتاج شرح يعني.
فانا هوضح لك ليه. بس يعني من 12 ل 18 درجه كده الجنين اللي داخل البيضه مش هيبدا النشاط الفسيولوجي بتاعه عشان يقدر يتكون ويبقى عروق دم ويبدا يبقى جنين داخل البيضه. فاحنا محتاجين من 12 ل 18. طيب الفتره دي مهمه قوي. يعني انا اقدر احفظ البيض لكام يوم؟ اقدر احفظ البيض لمده 18 يوم. انا هقول لك 15 يوم، ما تزودش عن كده. تمام. دي كانت حلقتنا النهارده عن الضوء، وكانت حلقتنا عن طرق حفظ البيض. هقول لك حاجه برضو، ما تحفظش البيض يعني وضعيه حفظ البيض. البيضه يعني ايه تبقى افقي، انا شايل الحصى وشايل البيض عشان بعمل حاجه جديده دلوقتي. لازم البيضه تبقى كده، الفراغ الهوائي لازم يكون الفجوه الهوائيه بتاعت البيضه لازم تكون من فوق، ولازم تحرك البيضه كل 24 ساعه زاويه 45 درجه. يعني حتى انت عندك ظبطت درجه الحراره من 12 ل 18 ما تقلش عن 12 درجه، فلازم تحرك البيض ده كل يوم زاويه مره 45 درجه الناحيه دي ومره 45 درجه الناحيه دي، عشان ايه يبقى فيه النشاط برضو الجنين ما يموتش داخل الايه البيضه. ده كان كلامنا النهارده عن الحلقه. لسه هنكمل الحلقات تاني، ده مش اخر حلقات الانتاج المكثف، بس دول الخمس نقط المهمين انا حبيت ان انا اوضحهم لك عشان الناس اللي بتتكلم اللي عايزين نتكلم في موضوع الانتاج المكثف. انا طبعا رديت على الموضوع البيض، وفي ناس كتير انا اللي محتاج اي سؤال احنا ان شاء الله يعني في بعض اسئله انا برد عليها على طول، وفي اسئله انا باخد شرح على طول بشرح لك على طول. الوقت خلص ولا نكمل؟ طيب في 10 دقايق كمان؟ لا خلاص. طب احنا ان شاء الله نكمل الاسئله في الحلقه اللي جايه بامر الله. بشكركم للمتابعه، وبشكر الاستاذ احمد بدر، قناه بلدنا تيوب وقناه وقت الحمام المصري. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.